اللي مطلوب منا. المطلوب الثاني وتكلمت عليه في العيد السابق، قلت لكم وفرنا كل الامكانيات الماليه للبلديات باش يكونوا حاضرين وواجدين ويتصدوا لكل المشاكل اليوميه نتاع المواطن، من تسربات نتاع المياه وتسربات المياه نتاع الصرف الصحي. الان ما عليهم الا يشمروا على يديهم. والان حال الموعد، انا قلت باللي في جوان اخر جوان اللي ما انطلقش غادي نسحب منه الاموال ونعطيها لجهه اخرى تقوم بها. ما بقاش وقت، مقبلين على دخول اجتماعي ومقبلين على دخول مدرسي، ما عندناش الحق باش نجيو نتوخر، ما عندناش الحق باش يدخلوا ولادنا في التمريض، ما عندناش الحق باش يدخلوا ولادنا والمدارس ماهيش متهيئه. مادام وفرنا كل الامكانيات، الدوله وفرت كل الامكانيات الماليه الماديه والبشريه، مع المسؤولين المحليين الا ان يقوموا بالدور تاعهم. هذا هو الشيء اللي مطلوب منكم، ما طالبين حتى شيء. وقلنا وعاودنا وراهم هنا المسؤولين تاع الهيئه التنفيذيه، قلنا الحي اللي يوجد ويكملوا عمليات الحفر من صرف صحي والصرف والماء، الصرف للشرب ولا غاز ولا هاتف، اللي يكملوا له الحفير احنا مستعدين باش ندخلوا فيه بالتهيئه. نهيئوا الحي، ما نجموش نروحوا نهيئوا حي وهو مازال في عمليه الحفر. رانا واجدين والدوله موفره كل الامكانيات. الحي اللي يوجد ما بقاش فيه عمليه الحفير، ننطلق في عمليه التهيئه نتاعو. على الاقل نشوفوها حي مليح في هذا البلاد. هذا الشيء اللي معطلنا، هذا الشيء اللي معطلنا، ما قعدنا نطمطنا حتى حاجه. السرعه اللي ما طالبينها ما وجدناهاش، بكل صراحه. السرعه اللي حابين نمشوا بها ما وجدناهاش في السلطات المحليه، وما نقصدش كل السلطات، فيها الناس اللي راهي تجاوزت حتى المعدل المتعارف عليه، وفي الجهات اللي راهي مازالت راكده. انا ماذا بيا يفيقوا، ما بقاش الوقت، والتواريخ اللي عطيتها راني نحترمها. قلت الفان جوان اللي ما طلقش في البي سي دي نسحب الدراهم تاعو، وقلت له 15 جويي اللي ما طلقش في الاف سي سي نسحب الدراهم تاعو، ونعطي المديريات اللي تكمل العمليه. وما نبقاش ننتظر المواطن بزاف عليه. انا غدوه بعد غدوه راح نعلن عن طريق فيديوهات ونعطي المشاريع بلديه وبالاسم وبالحي، باش كل مواطن يكون على باله. بدات المواطن ما يعرفش، راح ندير فيديوهات تسمع المواطنين يقعدوا على بالهم واش راهم مبرمج، ما تلفتش سي با ولا فيه. يعرف من يضغط باش يعرف التنفيذ علاش ما تمش، سيتو لا اكثر ولا اقل، باش تكون الامور واضحه. احنا المواطن لازم نعلموه، المجتمع المدني يكون على باله، الناس تكون على، ما عندنا حتى حاجه نخبيوها. نخدموا في الوضوح التام، نخدموا في الوضوح التام، الناس الكل تكون على بالها، مسؤولين محليين منتخبين اداريين هيئه تنفيذيه سلطات امنيه، الناس تكون على بالها. لان المواطن قدوه كي يتخلق وين يلجا لهذو الناس، لازم يعرفوا واش يجاوبوه، يكون البرنامج عندهم بيدين يديهم، يعرفوا واش كاين، واش تبرمج واش ما تبرمجش. احنا ماذا بينا رانا كملنا، ورانا اليوم رانا نجبدوا في لا تير الدلار، قال زيدونا سيدي، ما كملنا. هذه ما الفرصه دي ما تعطتنيش كمسؤول اول في البيت، ما تعطيش هذه الفرصه باش نروح نزيد نباطي، قال نزيد نجيب، ما نقدرش نزيد نجيب، قال اخويا اصرف اللي عندك الساعه، اصرف واش عطيناك كي تكمل هذا وعنا نروح. وهذا ما معقولش. اذا كما نقولوا ذنبنا على جنبنا، ذنبنا على جنبنا، ما عندنا حتى حاجه. مسؤوليه احنا نتحملوها كامل، من المسؤول الاول الولايه حتى الاخر واحد مسؤول، كل واحد عنده شطر في المسؤوليه هذه، وعلى كل واحد انه يتحمل مسؤوليته، وما بقاش محاباه ولا اي حاجه باش نزيدو نغطيو اكثر من اللازم. يا اخي اللي مش قادر قال مانيش قادر، هايليكم باش قادر بعد عاد جبد روحك، خلي الناس تكمل. الجزائر مش عادله، فيها الرجال، فيها الاطارات، وبالشر مش عادله، فيها الاطارات وفيها الناس المخلصين اللي يحبوا الخير لهذا البلاد.